قلعة القشلة مقبلة على أول إعمار حقيقي لها من سنة 1997، واللي راح تستمر لمدة 3 أشهر، وتشمل ساعة وبرج القشلة وإعادة تأهيل جميع المساعد من الداخل والخارج، وحتى وسن وعمار وربعهم راح يعيدون تأهيل. بالإضافة الكاشيو همين راح يستبدلوه، وأكيد الفرش وياه همين راح يستبدلوه، وحتى عرضة الملك فيصل اللي راح يتم تشييد غرفة خاصة إلها من الألمنيوم والزجاج لغرض الحفاظ عليها، بالإضافة إلى المنصة المحيطة بها راح يكون إلها نصيب من عملية الإعمار هاي. وأخيرا وليس آخره راح يتم إنشاء منظومة السقي من بعد ما يتم استبدال وحفر تربة الحديقة بعمق 30 سنتيمتر، بالإضافة إلى زرع نباتات نادرة في رحاب قلعة القشلة. وهسه أشوفكم بالتعليقات، هل يا ترى برأيكم من بعد ما تتم عملية التأهيل هاي راح يتم فتح القشلة بشكل مستمر أم يكون مقتصر فقط على يوم الجمعة وبس؟